هكذا. نتيجة خالد، هاني حجاج، مروة محمد، أحمد سيد عمر، مصطفى ياسر، علياء بزير. زي ما انت يا حبيبي النهارده 6 ساعة يعني 20 دقيقة ماشي كده وانت هادي يعني مش بتاع شيء ماشي لسه مع بعض ماشي. الحمد لله الذي خلقنا أعزاء وجعل الإسلام لنا ضياء. أحمده أن حثنا على طلب العلم ولين الكلام والقول الحسن والأدب في الجدال، ونهانا عن الشطط ودعانا إلى الاعتدال. وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، إمام العالمين وقائد المتعلمين. أما بعد، السادة أعضاء هيئة التحكيم، الأخوة الزملاء، السادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. يسعدنا في هذا اليوم أن نقدم لكم مناظرة بعنوان عمل المرأة بين المؤيد والمعارض، ويقدمها لكم فريق المناظرات بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المشتركة بدسنة التابعة لإدارة دسنة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا. فموضوعنا اليوم تتشابك فيه الآراء وتختلف فيه وجهات النظر ما بين المؤيد والمعارض، فمنهم من يرى أن عملها ضروري لها وللأسرة، ومنهم من يرى أن خروجها للعمل هو ما يتسبب في الخلل الحادث في المجتمع. فعلى الرغم من أننا دخلنا القرن 21 وأن العالم استعرف أركانه هنا وهناك بالتقدم والتكنولوجيا، إلا أننا في العالم العربي عامة وفي مصر خاصة ما زلنا ننظر إلى عمل المرأة نظرة متباينة متداخلة بين المؤيد والمعارض، بين القبول والرفض، بين المساند لعمل المرأة والمحارب بكل قوة الله. وهنا يكمن السبب وراء تناولنا لهذا الموضوع الذي سيظل في مجتمعنا الشرقي بطبيعته الخاصة محل جدال ما دامت الحياة. لذلك لا بد أن نلقي الضوء على هذه القضية التي تعد من إحدى القضايا الهامة في المجتمع من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: هل تؤيدون أم تعارضون عمل المرأة ولماذا؟ المحور الثاني: هل عمل المرأة ضرورة ملحة في حياتها؟ المحور الثالث: هل استطاعت المرأة أن تحقق التوازن بين عملها الأساسي في البيت وعملها خارج البيت؟ المحور الرابع: هل عملها أثر عليها وعلى حياتها سلبا أم إيجابا؟ والآن يتفضل الفريق المؤيد بتقديم نفسه. وكذلك فليتفضل الفريق المعارض بتقديم نفسه. أحمد سيد فلنفتح باب الحوار والمناقشة، فعلى بركة الله تبدأ المناظرة. المحور الأول: هل تؤيدون أم تعارضون عمل المرأة ولماذا؟ أرى زميلتي خديجة خالد عبد الحفيظ من الفريق المؤيد تستعد للحديث، فلتتفضل. عمل المرأة الشخصية لا أمانعه إذا كان تحت الضوابط الشرعية بحيث لا يكون فيه تبرج، وإذا كانت المرأة أيضا قائمة بواجباتها تجاه زوجها وأطفالها، يحق لها بكل بساطة أن تعمل وأن تكون ذات تأثير إيجابي في بيتها أولا وفي مجتمعها ثانيا. وتحت هذا المنطلق أعتقد أن جميع المجتمع مع المرأة في عملها، بل سيكونون لها عونا، وعلى المرأة
ومنحها كل الحقوق التي تقررت للرجل. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. ومن ضوابط عمل المرأة في فكر السيد الغزالي أنه في جميع الأحوال لا يليق بالمرأة أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتها، والمجالات التي تشكلها المرأة وتتناسب معها كثيرة ومتعددة، كميدان التعليم والطب والتمريض والرعاية الاجتماعية والكتابة والنشر، وكثير من الوظائف غير المنتفة بدنيا. وهنا يتضح جليا موقف الإسلام المتحضر من المرأة واحترامه لكيانها، فللمرأة عقل لا يستهان به، ويجب أن يستغل في الخير بدلا من أن يكفر في الشر، وأخيرا وليس آخرا هناك العديد من النماذج المشرفة لعمل المرأة كنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضوان الله عليهم أثناء الغزوات، حيث كنا يسقين الماء ويجهزن الطعام ويضمدن الجراح ويحرضن على القتال، حيث قال الصحابي الجليل عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بجسم ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وكذلك هناك الملكة كليوباترا والملكة نفرتيتي والملكة حتشبسوت اللاتي كان لهن مثال رائع في القيادة والشرف. شكرا لك يا زميلتي العزيزة، ولكني أرى الزميل أحمد سيد عمر له رأي آخر، فليتفضل. أنا لا أقبل هذا المنطق، أنا أعترض. فأي عمل الذي تريدينه يا زميلتي العزيزة؟ ألا تعرفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أمة حكمتها امرأة، وفي رواية أخرى: ولت أمرها امرأة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة هنا هي كل شيء وليست الشعوب فقط، فالمرأة لها عمل واحد تريدين أن تعرفينه، إنه المنزل والمنزل فقط، استنادا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكم. صدق الله العظيم. أي أن الله سبحانه وتعالى فرض على المرأة أن تجلس في البيت لرعاية الأبناء وللقيام بالواجبات والمسؤوليات المنزلية المختلفة. وكذلك هناك أعمال منزلية أخرى ذات جدوى عالية وتناسب المرأة، استنادا إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها: المغزل في يد المرأة كالسيف في يد المجاهد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني: هل عمل المرأة ضرورة ملحة في حياتها؟ جزيت خيرا يا زميلي العزيز، ولكنني أرى الزميلة هيا حجاج يونس من الفريق المؤيد تريد أن تدلو بدلوها في حديثنا، فلتتفضل. بداية أود أن أقول أن عمل المرأة في هذا الوقت أصبح من الضروريات، خاصة إذا كان لديها أطفال الإنسان تقوم على تربيتهم ورعايتهم، أو تعود والديها، أو لا يوجد بديل لخروجها إلى العمل. إن المرأة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال السيدة الشريفة خديجة رضي الله عنها كانت لها تجارة كبيرة، وكانت تدير هذه التجارة بنفسها. وهل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العمل؟ وكذلك السيدة حليمة السعدية مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تخرج إلى الأسواق تحصل على المال لإرضاع الأبناء السادة الذين ماتت عنهم أمهاتهن
أرى أنه إذا دعت الضرورة للعمل فعليها أن تعمل، وإن كان هناك من يغنيها عن العمل فهي غير مطالبة به، وعملها هي الغنى عنه، لأن خروج المرأة للعمل يفتح أبوابا كثيرة أمام دعاة الجن والمرضى لأخذها مطية من أجل الاستغلال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرحوا مواطن الشبهات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما كانت المرأة قادرة على تحصيل نفسها مدركة لما عليها من واجبات، أضف إلى ذلك الضرورة التي تدفعها إلى العمل كالفقر أو تكفل الأبناء أو إعانة الوالد أو موت الزوج أو الوالي أو الكفيل وعدم وجود البديل، فإن وجودها أو خروجها إلى العمل جائز، ولكن عليها أن تراعي وأن تحترم المحيط الذي تعمل فيه، وتحتاط من أن تكون فتنة ولعبة في يد الشيطان وأتباعه. وبكل المقاييس لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى العمل لإثبات ذاتها أو تحسين دخلها، وذلك لعدة أسباب. الأول، لا أجد في عمل المرأة حرية، بل هي رجعية، فتواجد المرأة في بيتها هي الحرية حقا لنهاية العمر، فلن تجد في النهاية من يقول لها نحن نستغني عن خدماتك، لأن بيتها في حاجة دائمة لها ولنهاية العمر، ولأنها تتدرج في مراحل ومناصب، فهي زوجة ثم أم ثم جدة. الثاني، البنات اللاتي في سن الزواج لا يجد من يتزوجن لارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بسبب عمل المرأة. الثالث، ملايين من الشباب لا يجدون عملا في الوقت الذي تحتل فيه المرأة 60% من الأعمال تقريبا. المحور الثاني: هل استطاعت المرأة أن تحقق التوازن بين عملها الأساسي في البيت وعملها خارج البيت؟ شكرا لك يا عزيزي، ونترك الحديث الآن لزميلتنا مروة محمد سلام. أرى أن هناك العديد من الزوجات العاملات التي تستطيع تحقيق التوازن بين عملها الأساسي في بيتها وعملها خارج البيت، وذلك من خلال حسن تقسيم وقتها ما بين مسؤولياتها المنزلية وبين عملها الخارجي، مما يؤدي إلى عدم تقصيرها في أي الأمور. وهناك العديد من المؤسسات الاجتماعية التي تسمى حضانات، والتي تهتم برعاية الطفل أثناء عمل المرأة، مما يجعلها تذهب إلى عملها مطمئنة. وهناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تستخدمها المرأة في أداء عملها دون جهد أو وقت طويل. ومؤخرا أثبتت الدراسة الأمريكية أن المرأة العاملة تكون أكثر سعادة مع زوجها، وتستطيع بناء حياة زوجية صحيحة أكثر من النساء غير عاملات. وهناك دراسة تشير أن مساندة الأزواج لزوجاتهم في الأعمال المنزلية يسعد الزوجة بمزيد من التفاعل في حياتها الزوجية. وهذا النزاع ولا يقال أن يتوازن بين حياتها العملية والمنزلية برغم أو نسبة المئوية، لأن هذا النزاع لا يكمله إلا دعم العائلة ومساندة الزوج أولا وتفاهم الأبناء فيما بعد. جزاك الله عنا خيرا أختي العزيزة. والآن نود لنرى رأي زميلتنا علياء بدير علي في حديثنا، فلتتفضل. حضرتك ماذا تقولين؟ إنه مشروع فاشل. أي حضارة تعود الطفل عن حنان الأم ورعايتها له، وإذا افترضنا أنها تتعود رعاية كاملة فهي إذا وقعت في المدينة فقد لا تتوافر في القرية، مما يسبب نقطة عجز عمل المرأة. فلا تزال مسألة انسجام الحياة المنزلية مع الحياة المهنية محور الاهتمام العديد من الباحثين الاجتماعيين، حيث أثبتت الدراسات عجز الكثير من النساء في الموازنة ما بين الحياة العملية وممارسة دور الزوجة والأم. فهذا العبء الثقيل
لك يا أخت علياء. والآن لنرى زميلتنا خديجة، تفضلي بالحديث. إذا استطاعت المرأة العاملة أن تجعل عملها لا يشغلها عن بيتها وحياتها وأهلها وزوجها، فإنه سيكون له أكبر الأثر في سعادة أسرتها، بل ستشارك بعملها هذا في بناء الوطن ونهضته، مما سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأطراف. فالعمل يشعر المرأة بمكانتها في المجتمع كعضو فعال مثمر، كما أن عمل المرأة يساهم في تطوير الوضع الاجتماعي للأسرة، فكما يقولون يد واحدة لا تطق، والعمل يجعل المرأة أكثر قوة وأكثر قيمة في مختلف النواحي. تفضل يا أحمد بالحديث. سعادة، هيا سعادة تذكرينها يا زميلتي العزيزة. هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول. إنني أرى أن المرأة عادة ما تنشغل بعملها الخارجي وتهمل بيتها أو تقصر في بعض مسؤولياتها المنزلية، مما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الزوجية التي تؤثر بالسلب عليها وعلى الأسرة ككل، والتي قد تصل إلى حدوث طلاق وما يترتب عليه من تشتت الأبناء وعدم استقرارهم. أصدقائي، ما أجمل أن نتناقش وأن نتحاور وأن تلتقي وجهات نظرنا واضعين نصب أعيننا. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صدق الله العظيم. وقبل أن نختم سأعرض عليكم بعض نقاط الالتقاء بين الفريقين، وهي: أولا، إذا أرادت المرأة أن تعمل فلتعمل إذا دعتها الحاجة أو الضرورة لذلك، ولكن بشرط ألا يكون هناك اختلاط في مكان عملها. ثانيا، يمكن للمرأة أن تعمل ولكن في إطار ضوابط وقيم وعادات المجتمع التي يكفل للمرأة حقها في العمل دون المساس بحريتها من ناحية أو تحملها ما لا طاقة لها به من ناحية أخرى. ثالثا، أن تحافظ المرأة على استقرار بيتها وأسرتها من خلال قيامها بأداء واجباتها المنزلية على أكمل وجه. رابعا، أن يكون خروجها للعمل بإذن وليها. سادسا، خلو العمل من المحرمات كالتبرج. سادسا، أن يوافق العمل طبيعتها وأنوثتها وفطرتها اللطيفة الرقيقة. وفي النهاية أقول: سبحان الذي يوفق بين المختلفين بقدرته ويسهل الأمور العسيرة بمشيئته، ولن يسوي بيننا في العلم بإرادته. فاللهم ألهمنا رشدنا ونور بالعلم والإيمان عقولنا، وتجاوز برحمتك عن زلات ألسنتنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا ورسولنا. كانت معكم حسناء أسامة أحمد تحت إشراف الأستاذة أسماء جمال أحمد والأستاذة سعيدة عبد الكريم محمود، أخصائيتي الصحافة بالمدرسة، تحت رعاية الأستاذة صبرية محمد عبد المطلب مديرة المدرسة. توجيه الأستاذ حمام مبارك علي موجه الصحافة بإدارة لجنة التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.